سوينا استبيان للناس حتى نعرف مدى اهتمامهم باتباع نظام غذائي صحي لتعزيز المناعة والصحة العامة، وعرفنا مدى اهتمامهم. هل ترى أهمية لاتباع نظام غذائي صحي يساهم في تعزيز المناعة والصحة العامة؟ طبعاً. ضروري الإنسان يتبع نظام غذائي صحي؟ أهم شيء هذا. أحسنتوا. هاي ستيكر تخليه هنا. نعم. قولي نعم. هل تفضل استخدام الأدوية على استخدام عسل المانوكا لعلاج مشاكل المعدة والقولون؟ يعني تفضل استخدام الأدوية لو عسل المانوكا باعتباره عسل طبيعي ويعالج مشاكل المعدة والقولون؟ والله العسل الطبيعي هو أهم يعني. أحسنتم. إن شاء الله تعجبكم الهدية، وتابعونا أكفد عروض مميزة إن شاء الله تعجبكم. الله يخليكم. شكرا للمشاركة أستاذ. صحة وعافية إن شاء الله. اي والله لازم نظام غذائي صحي. واليوم اني بيرد اخف. لطيف. وعندي ممتاز. سكر وعندي عالج يا وعندي غير. صحة وعافية. اي والله. ويانا الدكتور الصيدلاني الدكتور حسين يشاركنا بالاستبيان. طبعا هو جانا قال الادويه باعتبار انا صيدلاني، بس قلت بالتالي صيدلاني وتعرف الادويه بها اثار جانبيه. صحيح. قال لا عاد استخدم العسل. اتفقنا انه على الادويه مال المعده انه بيها اكو بعض الادويه بيها سايد افكت او انه ايتمات ما تشتغل بسبب انه الشركات اللي هسه عندنا هوايه. صحيح. فنلجا للعسل، لان هو حتى العسل انا قلت لك انه مذكور بالقران الكريم او سهوله الامتصاص مالته. طبعا شكرا للمشاركه. صحه وعافيه ان شاء الله. اي ان شاء الله. استاذ محمد تخصصه هندسه كيميائيه. نعم. هو صاحب تخصص ويقول انا اعرف الادويه بها اثار جانبيه باعتبار احنا نعرف شلون تتكون، لذلك انا انصح استخدام العسل اللي ما به اثار جانبيه. طبعا لازم يكون شلون مواد مصاحبه. مرات الغرض اللي انت تستفاد به لازم يكون وياه ماده شائبه تقدر تتخلص منها. صحيح. حتى لو بجزء بالمليون. فشيء يعني لابد منه يعني واحد يبتعد عنها. احسنتم. الادويه الأكثرية يرون اتباع نظام غذائي صحي لتعزيز المناعة والصحة العامة، وأيضا يرون أهمية استخدام الأمور الطبيعية وعسل مانوكا بدل الأدوية لعلاج مشاكل المعدة والقولون. شكرا لشخص شاركنا بالاستبيان. تابعونا لمعلومات أكثر وصحة وعافية إن شاء الله.